الدنيا ليل وانا جعان وعايز اكل حاجه حامضه وحلوه في نفس الوقت. اظن انتوا قطعتوا، انا هعمل ايه؟ هنقوم جايبين صدر فرخه ومقطعينه مكعبات كبيره زي ما انتم شايفين، ورشين عليها رشه ملح وشويه بابريكا. نقوم مكسين كل حاجه مع بعض، واي بوله عندنا فيها شويه دقيق نقوم نازلين بثلاث معالق نشا ومعلقه بيكنج صودا. نقوم مكسين كل حاجه مع بعض بشويه ميه، وهنقوم نازلين بالفراخ اللي احنا قطعناها على خليط الدقيق اللي احنا عملناه. وفي اي طاسه عندنا هنقوم نازلين بشويه زيت ومدينهم قليه بسيطه كده لحد ما لونهم يتغير ونتاكد ان الفراخ استوت. وهنقوم شايلين الفراخ على جنب، وانتوا اكيد قطعتوا ان انا هعمل سويت عند ساره. نقوم مقطعين شويه بصل وعليهم شويه فلفل الوان، وعاملين الصوص بتاعنا عباره عن ربع كوبايه سكر وعليهم ربع كوبايه صويا صوص وربع كوبايه كاتشب ومعلقتين مستردة مع رشه بابريكا ورشه شطه وربع كوبايه خل ومعلقه نشا. هنقوم مقلبين كل حاجه مع بعض، وفي الطاسه اللي احنا قلينا فيها هنقوم نازلين بمعلقتين زيت وعليهم معلقه زبده. واول ما الزبده تدوب معانا هنقوم نازلين بالخضار بتاعنا. خد بقى التركيه دي من عندي، هنقوم نازلين بشويه اناناس، مش ضروري ان انت تعملها. هنقوم نازلين برشه بابريكا ونقلب كل حاجه مع بعض، ونازلين بالصوص اللي احنا عملناه مع شويه ميه، وهنقوم راجعين بالفراخ بتاعتنا، وهنقوم نسيبهم يتسبكوا كده 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما الصوص يتقل معانا. انت ممكن تاكلها بمكرونه او رز. وفي اي كسرونه فيها شويه زيت هنقوم نازلين بكوبايه رز وعليهم رشه ملح وفلفل اسمر مع كوبايه ونص ميه مغليه، واول ما يبدا يبقبق معانا كده هنقوم مغطينهم 10 دقايق ونسيبهم يريحوا 10 دقايق وبس. كده احنا خلصنا. هنقوم جايبين الطبق بتاعنا ونازلين بشويه رز وشويه السويت اند ساور اللي احنا عملناه مع رشه سمسم، وبس كده احنا خلصنا. ولو انت عايز تعرف انا بعمل مونتاج ببرنامج ايه، فبص عندي في البايو او بص عندي في اول كومنت، وبس كده.